اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير النهارده. مين مننا ما بيحبش السمك السنجاري؟ اذا كان بقى معمول بالبوري او بالماكريل او بالتونه او ممكن كمان بالبولتي. في انواع كتير جدا تتعمل بيها. النهارده جبت لكم اشهر طريقه من اشهر شيف هنعمل بيها السمك السنجاري. يلا بينا على طول نشوف الوصفه بتاعتنا ايه. جهزت الصينيه اللي هستخدمها، ومعايا هنا ورق الفويل. انا قسمته 2 بالشكل ده لان انا هستخدم سمكتين بس. هوريكم هنعمل بيهم ايه. معايا بقى هنا السمك التونة، وده اللي انا هعمل بيه السنجاري النهاردة. بالشكل ده انا خليته مقفول من البطن وفتحته من الظهر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. غسلته كويس جدا طبعا ونضفته كويس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وفتحته بالطريقة دي كده تمام. بعد كده هجيب منديل وهتأكد ان مفهوش مية خالص وهنشفه كويس جدا. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تستخدموا اي نوع سمك انتوا بتفضلوه، لكن الفتحة دي هي اللي اسمها السنجاري اللي بتكون من سلسلة الظهر من ورا. بعد كده هتبله بشوية ملح وهديله كمان رشة كزبرة. وهنا بقى التركاية بتاعت الشيف اللي قال لي عليها. التتبيلة ديت هي اللي هتديني الطعم بتاع المطاعم بالظبط. بعد كده هديله عصير الليمون. يبقى انا كده حطيت ملح وحطيت كزبرة ناشفة وحطيت كمان عصير ليمون. بعد كده معايا معلقة من الثوم المفروم الناعم، هضيف نصها على السمكية دي والنص التاني على السمكة التانية بالشكل ده. ومعايا كمان زيت زيتون، انا هنا استخدمته، ممكن تستخدموا زيت ذرة او زيت نباتي زي ما تحبوا. بعد كده هنبتدي بقى نستخدم ايدينا في الحركة دي او في المرحلة دي. لازم ادعك التوابل بالثوم بالليمون في السمكة بتاعتي كويس جدا علشان اتبلها كويس وتاخد طعم التوابل والثوم معايا. والطريقة دي انا ممكن اكل احط السمك فيها في الفرن عادي واكله بالطريقة دي اللي هي طريقة الزيت والليمون. كده جاهز معايا ومتبل معايا كويس جدا وصح. لكن احنا هنعمله بطريقة تانية فهنزود عليه اضافات علشان ناخد نكهات تانية كمان مختلفة. بعد كده معايا شرايح من الليمون بالشكل ده، هضيفها على السمك بتاعي زي ما احنا كده شايفين. كده تمام، هنخليه بقى على جنب ونجهز التتبيلة بتاعتنا او المكونات اللي احنا هنضيفها. معايا عصير الليمون، ومعايا جزرايه مبشوره، ومعايا طماطمايه كبيره متقطعه مكعبات، وبصلايه برضو متقطعه مكعبات، ومعايا بقى هنا عودين من الكزبره الخضراء، ومعايا كمان فلفل احمر وفلفل اخضر. وزي ما قلت لكم انا هستخدم في الوصفه بتاعتي زيت الزيتون، انتوا ممكن تستبدلوه باي زيت تاني انتوا بتحبوه. بعد كده معايا كمان توم مفروم ناعم. نيجي بقى للتوابل اللي هنستخدمها. توابل السمك اساسا معايا هنا توابل سمك، ومعايا كمان ملح، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة ناشفة، ومعايا شطة. وانا بحب اضيف فلفل اسود وده اختياري، لو انتوا مش بتحبوا تضيفوه ممكن ما تضيفوهوش عادي. هتلاقوا طبعا المقادير مكتوبة تحت في صندوق الوصف للي يحب يراجعها تاني. بس هي دي المكونات بتاعتي، هجمعها بقى كلها مع بعض بالشكل ده. الكزبرة الخضراء هنا هتفرق في الطعم جدا وهتديني ريحة ونكهة حلوين جدا بجد، لازم تضيفوها للسمك بتاعكم. بعد كده هضيف الليمون وهضيف التوابل بتاعتي، وهضيف كمان معلقتين من الثوم المفروم. احنا عارفين سمك يعني ثوم وكمون وليمون. وهديهم كمان رشة من زيت الزيتون. كده تمام. هقلب بقى المكونات كلها بتاعتي مع بعض بالشكل ده. ما اقولكوش بقى الريحة هنا كانت عاملة ازاي، بخلاف طبعا الالوان اللي موجودة عندي وكمية الخضار الموجودة، حاجة جامدة جدا بجد. بعد كده هناخد بقى الخليط بتاعنا ده وهنبتدي نضيفه على السمك بالشكل ده. هنوزعه كله
بالشكل ده كده تمام جدا. بعد كده هبتدي ان انا الف الورق الفويل بالشكل ده على كل سمكية لوحدها زي ما احنا شايفين كده، علشان لو انا هقدم كل واحدة لوحدها تكون سهلة معايا وانا بقدمها او وانا بطلعها من الصينية. وشكلها كمان زي ما بنجيبها من بره او بناكلها في المطاعم، بتكون محطوطة في قوالب كده بالورق الفويل. كده تمام. هعمل التانية بنفس الشكل. طبعا لو انتم مش حابين تعملوا الطريقة دي عادي ممكن تدهنوا صينية زيت وتحطوها عليها عادي، وتقدموها برضو بنفس الشكل ده. كده تمام. عملتهم كده بالشكل ده زي القوالب. كده تمام. بعد كده هديهم رشة زيت زيتون من فوق الوش، بيديني اللون وريحة حلوين جدا للخضار بتاعي. كده تمام. كده انا مجهزة الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. اول ما هدخل السمك هخليه على الرف اللي تحت ربع ساعة، وبعد كده هطلعه فوق وافتح عليه الشواية علشان الخضار بتاعي ياخد اللون الحلو ده، والسمك كمان. بصوا الجمال بقى والحلاوة، ما اقولكوش. الخضار طعمه كان تحفة جدا، والسمك كان جوسي ومتبل كويس جدا بالتتبيلة اللي عملناها في الاول، وحقيقي كان الطعم تحفة جدا بجد. اتمنى ان انتوا هتجربوه وهتدوقوه وهتقولوا لي رأيكم هيكون ايه، وانا واثقة جدا ان هو هيعجبكم. وبالهنا والشفا للي هيعمله مقدما. واتمنى ان انتوا لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.